جديد فريق الرجاء البيضاوي اللي كما تابعنا كيعزز الصفوف ديالو بلاعب نيجيري كريستيان. ايضا كاين الحديث عن لاعب ايفواري، هادشي كامل غنتعرفوا عليه رفقه يوسف مرحبا بك. مرحبا بك ومرحبا بجميع مستمعي راديو مارس. بعد اسبوع ديال الراحه اللي كان منحو المدرب روماوي للاعبين بعد فتره ديال مرحله الذهاب للبطوله الوطنيه، فالموعد كان اليوم باش تستأنف التدريب استعدادا لمرحله الاياب للبطوله، إذ أن بعثة الرجاء غادرت مدينة الدار البيضاء نحو أحد المنتجعات السياحية القريبة من الجريدة اللي دائما كتمشي لها فريق الرجاء الرياضي في المعسكر. وفي هذه الأثناء يخوض لاعب الرجاء أول حصة تدريبية بمشاركة جميع اللاعبين ما عدا لاعبي منتخب الأولمبي، ونخص بالذكر الصبار الحارس باعيو والمدافع بالمقدم اللي لعبوا المباراة ديال غينيا، واليوم مازال عندهم مباراة ودية أخرى لكن هذه المرة امام فريق الخصم الوطني الثاني اللي هو جمعيه التالا. بالمقابل التدريب كتعرف حضور لاعب نيجيري كما شرتي ليه كريستيان اللي وقع يوم امس مع الرجاء الرياضي لمده 4 مواسم ونصف. مهاجم 24 سنه، متر و92، لاعب عنده بنيه قويه. هادشي كله غادي نشوفوه ان شاء الله فاش غيشارك سواء في التدريب او في المباريات باش نشوفوا المستوى ديالو. حصه كتعرف حضور كذلك اللاعب الايفواري اللي تكلمتي عليه، الايفواري باكايوكو موسى، هذا وسط ميدان مهاجم، رغم انه مازال ما وقعش للفريق لكن كل المؤشرات توحي على انه غادي يوقع للفريق، لكن ممكن انه يكون محسوب على فئه الامل. لماذا؟ لان السن ديالو كيسمح بذلك. فبالتالي فباكايوكو ان التوقيع ديالو لفريق الرجاء الرياضي كتبقى مساله وقت. فهناك كذلك الحضور اللي مشى مع البعثه، حضور لاعب ليس مويتيس اللي بعض الاخبار كانت تقول على انه كان غيمشي يعني غيمشي للبطوله السعوديه على سبيل الاعاره، شان بالمعلم سعيد فتاح، لكن لحد الان فمازال ما كاينش حتى شي حاجه. هو الان كيتواجد مع فريق الرجاء الرياضي كيخوض الحصه التدريبيه اللي انطلقت على الساعه الثالثة بعد الزوال. هذا بالإضافة إلى تواجد بعض لاعبين ديال فئة الأمل كالفقهاوي، عطوشي، واللاعب باسكار. مدة المعسكر هو أسبوع، إذ من المقرر أن بعثة الرجاء غادي تغادر يوم السبت مباشرة لمركب محمد الخميس بمدينة الدار البيضاء لإجراء اللقاء الدولي اللي برمجوه فريق الرجاء الرياضي تحضيرا لعصبة الأبطال الإفريقية أمام الصفاقس التونسي. كما قلت لك يدخل في اطار تحضير لعصبة الابطال، واللي غادي تبدا فريق الرجاء الرياضي في منتصف شهر فبراير. المباراه نذكر المستمعين الكرام غادي تنطلق يوم السبت انطلاقا من الساعه 7 ليلا بمركب الخميس بمدينه الدار البيضاء. غدا فريق الرجاء الرياضي غادي يواصل التدريب ديالو دائما بحصه هذه المره غادي تكون صباحيه. مستمعين الكرام شكرا لكم. شكرا لك يوسف الشاني، قربتينا من الاخبار ديال فريق الرجاء البيضاوي.